السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اليوم راح اسوي مرق باقلة يابسة مفلسة ويابسة. تشتروها من العطا من ابو البقوليات مفلسة ويابسة. نقعها واسلقها نص سلقة يعني بس من تستوي، واسوي بيها مرق باقلة كلش طيب. تابعوا وياي بس. ما راح اكمل يعني ابدي من البداية الشغلات الحمس وما حمس والروتينيات، هاي الشغلات اللي معتادين عليها. هسه هاي سلقتها، جاي اسلقها. اليوم راح اسوي مرق باقلة ولو ما بديت بيها من البداية. عندي باقلة هاي النوعية مالتها، شوفوها، رويتكم اياها من البداية، رويتكم اياها. هاي تجي هيجي مفلسة ويابسة. انا انقعها واسلقها سلقة خفيفة يعني بحيث تستوي تقريبا، واحمس بصل وشبنت ومعجون وطماطة والبهارات اللي تحبوها، فلفل اسود. ومن ويا الطماطة قبل لا تنحمس احطها. هاي الطماطة ما محموسة، بس البصل والشبنت والمعجون. طماطة بعدي ما محموسة، اول ما احطها احط هاي الباقلة وياها، شنو هم تاخذ لون، تغير لونها، وهم يعني شو اسمه، تاخذ استواء يعني، تاخذ طعم كله. يعني مو مثلا تنحمس الطماطة وتحطين الماي ويظل تفور، ما راح تاخذ النكهة المركزة. فانا كل هالشكل اسوي ويا المروقات. احط انا حتى مثلا البوتيتا اخليها شويه ويا الطماطه، اذا نص حمس، اذا بوتيتا لان كلش مايعه. هاي لا احطها من البدايه، هاي الطريقه. هسه اول ما بديت بيها من البدايه لكم، بس هي كالمعتاد هاي الشكل. طريقه احمس بصل وشبنت. هذا تقريبا يعني ربع كيلو، مو ربع، نص ربع عنده يابسه. وباقة شبنت اشيل مو كلها كاملة، والباقات ضعيفة، اكو باقات متينة، اذا كبيرة نصها واذا لا صغيرة كلها. وراس بصل، احط بهارات، كمون، ملح، فلفل، ثوم بالعدين اخلي. وهسه راح اسوي اوريكم تكملة. اليوم طبعا يوم السمك ما هاي الاشياء اللي نسويها مثل ما قلت لكم. اللبونة ما ياكل السمك. هاي السمك السلمون غسلته، طبعا ملحته. انا اول مره ملحه وبعدين اغسله مره ثانيه، يعني الملح يمتص، ياخذ الزفوره وياخذ الدهن وياخذ كل شيء. الزفر يعني الزفر الزايد كله ياخذه، واغسله غسله وبعدين احط له ملح مره ثانيه وحشو. بس راح احط له ملح، ارش عليه ملح اقل من املحه بالبدايه، لا ملح هواي، خليه فل ساعتين مملح. بس من اريد اشوي لا ارش عليه ملح. عندي ورق زبده او ألمنيوم. وهسه راح اسوي الحشو. هاي اول شي ثرمت البصل، وراح اثرم وياه شو يسمونه طماطة دبس رمان وثوم وهالشغلات. هسه راح احولها. هذا الحشو بصل ثوم، هذا الثوم ابرشهن قشره يعني بهذا الشكل. هذا يعني قبل لا هذا املح، يعني قبل لا احط الحشو لازم امسح السمكة بالدبس، دبس الرمان او الدبس العادي. هسه هاي الثوم عندنا والبصل هنا، اخلي عليها هنا صاص، شوية صاص، واخلي عليها فلفل احمر. هاي عندكم اكو شغلة اذا انتو ما تعرفونها، من العطار يسمونه الدخان، طعم حطب.
هاي قطرات نخلي من عندها هنا على الحشو هالشكل. هسه هالشكل هاي ثوم اللي لومية وبصرة واحدة هم ابرشها برش. ملعقة معجون طماطة تريد نقصصيها او تريد كل هذا بالهذا. طماطة صغيرة هم اخلي وياها هذا الحشو خلي وياه. يعني اذا تحبين دبس رمان همينه شوية بقليل، يعني راح انا ادهنها بالدبس العادي شوية هالشكل. هذا الحشو حط عليه ملح شوية الحشوة نكترها هنا على صفحة. نجيب السمكة عندي سمكة هاي السلمون احبه كلش طيب. هذا نجفف نجفف الماي الموجود بيها. هسه نجي انا اخلي دبس من هذا عادي دبس مال التمر بالشكل دبس التمر دبس هذا من انا همي حتى تكسب تصير حلوة. وهم دبس التمر هنا هم تحطون شوية الفلفل فلفل حار. اجيب الحشو واخليه هالشكل. حطوا على هاي الصفحات اللي من نار خفيفة على مود تتشرب ولا تحترق. هاي السمكة. وبعدين اخر شي من اريد اطلعها من تستوي اخلي لها زيت وسماق بس طعم رهيب رهيب رهيب. هاي حشوة السمكة واخلي دائما على هاي الجهة جهة الذيل يم الراس. هاي كل النكهات كلها راح تصب بالسمكة. اهم شي لا تنسون هذا اللي تسويها بالفرن هذا اسمه سموك طعم السموك الدخان او الحطب. هاي السمكة وهاي حشوها شلون جمال شهي. وراح ادخلها هسه الفرن اخليها على الجوة سيمة. هاي فاتحة الجوة وفاتحة الفوق. شوفوا هاي اليوم جابولي هذا وانا جاي اطبخ جابولي ميز طعام على اساس على عيد الام. شلون اللي لا تبدلي ميز الطعام مالتك. لا ما يصير لا مو قليل لا ما يصير. لا بس انا اعطيكم فلوسي اعطيكم فلوس اعطيكم اياه هسه اعوضكم يا مالتنا. شوفوا شلون تغير لونها. شوفوا شلون كانت من بيضة الى ان صارت لونها وردي. احلى مرق باقله والريحة تجنن. وشوفوا هاي الباقله اذا اطلع لكم خليها على ما براحتها كلش ما اخليها ماي تستوي كلش تركز بيها. يلا احط لها الماي مال اللحم واللحم. خلي عليها ماي بس مو هواي
يبقى محافظ على يعني اللون مالته. اخلي عليه ماي واعلي النار. انا كنت منطفيه النار، هسه اعلي النار. وبعدين الباقي حتى مالت الماي اخلي عليه ماي لحم، وراح اعلي النار من يفور يعني انصي النار مرة ثانية عليه. يعني انا شوف الطبخة يعني شوية لها نفس، يعني صاعد النار شوية تجي بعدين تنزلين النار. اذا بقت النار قوية راح نشرب الماي مالته ما راح يستوي، فيعني رادلها شوية مداراة بعض المروقات. هسه راح اغطيها واخليها من تقلى يعني فور، انصي النار واتركها. من تبدي تمص مايها كلش احط ماي اللحم عليها واللحم، بعدين احط الملح والثوم من تستوي كلش. يعني هي مستوية بس احسن حتى تاخذ الطعم. هاي السمكة مالتنا راح اصعد هاي اصعدها شوي، بدت يعني من جوا اصعدها من اشوفها شوي استوت من جوا، اصعدها اخليها هنا على هاي المرتبة الثانية. يعني هذا الفرن يجيب هوا ويجيب يعني مو الاولى ولا الثانية، هنا يعني مرتبة واحدة، قصدي درجة واحدة. يعني شلون قاعد تشكشك تخبط حشو مالت الجنة. بنات راح اسوي زلاطة. طبعا هاي مقصصة باللي الخيار حرامات لا يظل، راح اقصصها للزلاطة. هم جزرايات عندي 2، وهاي ظله من التمن اللهانة راح ابرشها واقصصها بالمبراشة. وهاي طماطيات صغار 3 ما يحبون طماطة هواي. كرفس واحط وياها فاش اعصره واحط عليه، واحط شوية من عنده من هذا العنبة كلش طيبة تصير زلاطة. هاي عنبة من هاي احط عليها اثرم. هاي طريقة الثرم تطلع طيبة الزلاطة. ليش هاي حرامات اذا يظل بعد الليل يعني يخرب. موجود اسوي زلاطة. عندي انا طرشيهم احمر ان شاء الله اريد اسوي واصور لكم. بعد ما حاجة تحطين ملح لان هاي العنبة هي الملح. شوفوا الالوان اللي بيها. اجيبكم تخلون بعد كرفس، بصل اخضر، بصل. هاي زلاطة من يعني شغلات المتبقيات مثل ما نقول. تراويكم الخلطة راح اسويها للسمك. يعني هسه السمكة تقريبا من جوا استوت. يعني هسه السمكة تقريبا من جوا استوت. هاي سماق اخليه هالشكل سماق، ملعقة كبيرة سماق، ملعقتين حسب الهب. خلي عليه زيت خاشوقتين 3 زيت، وخلي عليها من هذا الصوص. واجيب هاي الشكل اخلطها واروح للسمكة ادهن السمكة بيها الشكل. هسه هشي افتح شو اسمه. هسه شوفي شلون استوت. حتى ما حاجة صعدها فوق. هاي استوت هنا. ادهن الحوافل بيها، فرق شوية من هذا البعدة، فرق على الجوانب حتى لا تحترق الجوانب وتيبس. ما نحبها يابسة. طبعا كل واحد يحب السمكة شكل، يعني كلهم يحبوها يابسة ويحبوها كلش يابسة. انا ما احبها يابسة صراحة. بعد كل من ورغبته تريدون تيبسوها يبسوها الشكل. وشي خرافي، سمكة خرافية. طبعا التصوير انا ما عندي امكانيات تصوير، لا كاميرات ولا هذي. هاي السمكة شوية بس تنشف انزلها. هذا الزيت يخليها تخفف. انا ما يستوي التمن. سويت التمن بس نشف تقريبا. الماي مالته على النص. راح نص النار من يروح الماي اللي بيه نص النار. بعد خد تشرب مايها، حتى احط تشرب مايها بعد اكثر. يلا احط لها ماي لان ماي اللحم كان خليته من البدايه بنات انا يعني. بس الماي مال اللحم انا مالتي عندي هي تشريبه مال تعبان بيها ملح،
فما اقدر اخليها انا. اذا اخليها بعد يجوز تكض، يعني هي مو كلش انا مستوتها، يعني لان ما اريدها تنمرد كلش مستوتها، فاريدها تستوي هنا. اخلي كلش مو يعني تذوب ذوب يلا، بحيث من اتخلي هالشكل هاي تنمرد يعني هالشكل. مرقة تجنن. هسه من تستوي راح احط لها ان شاء الله ماي اللحم وملح بيه، واذوق الملح والبهارات. ما خليته طبعا كل شي ما خليت، بالاخير راح اخلي البهارات. هاي بنات خليت هاي التشريبه من هاي التشريبه، ما صور، خليت عليها من هذا بس، خليت منها التشريبه بيها بهارات. اللي يدقون الميز جابوا لي تشريبه بيها بهارات وبيها ملح، لازم انا اعرف ايش قد يعني قياس الملح والبهارات. خليت عليه اللحم، ماي اللحم من نصين، بعد حطيت عليه صار بهالثخن. هسه هم اخليه شويه واخلي عليه الملح، اخلي البهارات، اخلي فلفل اسود، المرقه، واخليها شوي تستوي. اخر شي اخلي الملح واطفيه. مرقه اطيب مرقه باقله تذوقونها تجنن. بس راح نتغدى نفرش عمود السمش والمرقه خليها الابونة. هاي التمنة، هاي الزلاطة، فاش اجيب بعد اذا ارادوا بس نعصره، ما يحبون وياها بس اعصره من اكو بالهاي، وبصل ونعمة من الله. والباقي اللي من يجي ابونا شو اسمه اصب له، ما يردوا ما يحبوها الصراحة. انا اخليها الي يوم ثاني يعني ما اقدر، السمسي ما تتعوض. سلمون حلوة. يلا تعالوا تغدوا. يلا قاعدوا ما يبني قاعدوا. يلا تعالوا غدوا يلا حمودي. يا حمود يا صفوان بسم الله يلا. لا سويتها ايه هو طلع كيلو ونص. زيتون ولا ياكلون بيها؟ هو اليوم بدي نبيع. شوف حشوة يتجنن. يلا قعدوك. والله طيبة. طيبة بيها حموضة رهيبة. شنو سلمون؟ سلمون. حمودي يلا ماما تعال. يلا نصيح. هذا معونك. تودني من ناكل. طبعا ورا السمك لازم الشاي. سوينا الشاي مهيل وصبيت اللي يردون. الجهال ما يحبون الشاي بس الكبار. هاي عندي ماعين ذنك قديمة كلش قديمة عندنا ماعين، يعني شقدي كم سنة يعني ذن ماعين، يعني كم سنة، يعني 15 سنة 15 أكثر، يعني ما أكثر من 15 سنة ذن ماعين ذن. بعد أقدم من عندهم، عندي شغلات أقدم من ذنه. وهسه ورا الغداء بعد الشاي، بعد لازم ورا السمك كوابا عندي صغار شاي قديمات. هاي الماعين قديمات عندي كلش قديمات. عندي قواري قديمة، عندي ماعين قديمة، يعني كنا نشتري هواي ماعين، نحب الماعين. والماعين مال أول يصير ثقيلة، يعني الماعون يصير ثقيل،
هسه مرات تتكسر الماعين نروح نشتري ماعين نشتريها وأقارن بينها وبين القديمة، يعني ماكو هيجي، يعني تعطيني 4 ماعين يلا ماعون واحد. هنا عندنا هسه جاب لنا رجل مسواق، طبعا هاي يوميا من ويا المسواق يجيب شغلات، يجيب يعني شغلات الرمبان اللي هي مثلا شعرية، يجيب هذا هسه برغل وجريش باكر ان شاء الله نسوي، وكاستر، وقبلها جاب لنا لون بصرة، يعني مو كميات كبيرة، يعني ما اخذ احتياطيات هواي، موجود بالسوق. نشا يعني شو اسمه والله خبز سمبوسة صاص وعنبة ومن هذه السوالف هاي يحبوها. بعد شنو جاب لنا؟ جاب بعد باذنجان، وجاب هاي مسواق طماطة وشغلات وهاي، ولحم مثروم الكبة ان شاء الله نسوي. هذا الميز كملوه شدوه. يعطيكم العافية ان شاء الله يا رب يا اولادي، يوفقكم ان شاء الله ويهنيكم ويسعدكم ويوفق اولادكم يا رب، ويعودكم كل سنة وكل عام خير وسلامة. وهذا الماعون مال المرقة، وهاي شكله كلش طيب، مسحوا الماعين مسح الصايمة وأبونا وأبوهم، يعني أبو الأولاد يحب هاي الأشياء البقوليات بأيام السمج، كلش طيب، والباقي له ذايبة ذوب، وأنا ما أقصصها صغار هيجي أسلقها وبعدين ويا الحميس. عسى يعجبكم، في أمان الله ومع السلامة.